السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل وصفه من وصفات العيد بربع كيلو. هنزود ونضاعف الكميه. معانا ربع كيلو لحمه، معانا بصلايه مفرومه. المكون اللي هو رغيف، هبتدي كده انقعه كده في شويه ميه واعصره زي ما انتم شايفين كده. بيخلي طعم اللحمه تحفه، وفي نفس الوقت بيضاعف كميه اللحمه. تمام كده. حطيت بقى الرغيف بعد ما عصرته، حطيت بقدونس ومعلقه ليا مفرومه. وحطيت ملح وفلفل. تمام. وحطيت بابريكا وبهارات فراخ، قصدي بهارات لحمه، معلش سوري. لسه بقى هنحط معلقه بيكنج باودر. تمام. بتدي هشاشان كده للحمه. ومعلقتين نشا. ابتدي بقى ايه، اعجن اللحمه بتاعتي لحد ما تتسمغ يعني تطلع خيوط كده، والمكونات كلها تتجانس مع بعض. لو انت مش قادره تعجنيها بايدك ممكن تحطيها في الكبه. تمام. انا حطيتها الصراحه في الكبه وادتني ايه، نتيجه حلوه قوي. يلا، لما لسه ما حدش لايك يحط اللايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس ويكتب كومنت حلو كده. وجربوها وقولوا لي رايكم ايه. بعد ما خلصناها بالشكل ده كده، ممكن تحطيها في التلاجة شويه، ممكن تشتغلي بيها على طول. في الاثناء دي بقى انا مولعه الفرن بتاعتي حامي. ابتدي اصبع الكفته واحطها في الصاج، ويكون صاج ألمونيا. واحطها على الرف الوسطاني. تمام. واصبعها على ايد معلقه او ايد سكينه عندك بالطريقه دي كده. تمام، بالشكل ده كده. ما دهنش الصاج اي حاجه. تمام. الدهون اللي في اللحمه هي اللي هتنزل في الصاج ايه، تخليهاش تلزق. تمام. جبت بقى ميه البصل اللي شفتوها في اول فيديو، البصلايه اللي انا عصرتها وحطيت عليها معلقه صلصه، وقلبتها كده، وابتدي ادهن وش الكفته بتاعتي. بتديها لون حلو قوي. واكون حريصه ان انا ايه، ما غيبش الكفته في الفرن كتير عشان ما تنشفش مني. تمام كده. يلا لسه الناس اللي هيك يحط اللايك. هبتدي بقى اعمل بقى خلطه حلوه كده. شرايح طماطم وشرايح فلفل وشرايح بصل. آه و وبقدونس، واحط ملح وفلفل، واحط كمون وسماق، وعصرت ليمونه. وابتدي بقى ايه، الخلطه دي كده اخلطها كده مع بعض. يا اما تكون فرشه للكفته، يا اما تكون جنب الكفته، بتبقى طعمها لذيذ جدا. والكفته بتاعتنا طلعت اهي جميله وهشه، وطعمها مش قادره اقول لكم، ريحتها فظيعه. جبت كده رغيف وفردت عليه الكفته. تمام. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. متنسوش اللايك للفيديو، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. واسيبكم في رعايه الله، احلى واغلى متابعين. السلام عليكم.